رضا، في كل الاحوال سجلت هدف، ها؟ وهذا الهدف كنهديه لهاد الجماهير الوداديه اللي ضربت معنا الطريق وما كتلقاهاش لا في ابو ظبي، لا في مدغشقر، لا في عصبه الابطال الافريقيه كامله كانت معنا. كنهدي هذا الهدف وما كتبش لنا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. كنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم، وكنقول الجماهير الوداديه ان شاء الله غادي نعوضوا لهم لا في البطوله ولا في عصبه الابطال الافريقيه ان شاء الله. رضا، شاركتي في هذه المباراه اساسي، في المباراه الاخرى كنت بديل. كيفاش تشوف المشاركه ديالك يعني الشخصيه كلاعب في المباراتين هنا في كاس العالم للانديه؟ وهذه المشاركه اي لاعب كيتمنى يلعب في كاس العالم للانديه. الحمد لله تاتى ليا ولعبت وسجلت هدف، وكنت والقادم افضل ان شاء الله. وشنو كان ناقص الوداد اليوم؟ شفنا يعني يبدو ان اللاعبين ديال اوراوا كانت عندهم عزيمه اكثر، وتعرف بان ملي فازوا الان بالمركز الخامس عندهم $1,500,000 وانتم عندكم $1,000,000 فقط. وحنا جينا لكاس العالم للانديه باش نشوفوا المباريات، وشفنا لو فوتبول هنايا في الامارات، وباقي ان شاء الله عصبه الابطال افريقيا والبطوله ان شاء الله. باقي بطبيعه الحال ديربي، ولازم ديربي ان شاء الله غنحققوا فيه واحد النتيجه ايجابيه ونهديوها الجماهير الوداديه ان شاء الله. الله سليمه للمغرب. شكرا رضا. طبعا كازي قال جئنا لمشاهدة مباريات في كأس العالم. الآن طبعا كنا ننتظر أداء في مباريات الوداد، وليس أن يأتي اللاعبون لمشاهدة كأس العالم. نحن نشاهد كأس العالم من خلال بالطبع، والجمهور يشاهدها معنا من خلال بي سبورت. سنتوقف